السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعينا الكرام. رسالة مني إلى الحكومة السعودية والحكومة الإماراتية: اتركونا في حالنا يا جماعة الخير، لا تتدخلوا في شؤوننا نهائيا. خلي كل واحد في طريق أفضل عشان يعيش الواحد عيشة كريمة. فاتركونا نستخرج ثرواتنا، سواء كانت الثروة النفطية أو السمكية أو الزراعية أو أي ثروة أخرى، بحيث أن احنا نصبح دولة قوية ودولة غنية جدا. يعني فرسالة مني من شخص محب لكم ويتمنى لكم الخير والتوفيق والنجاح والحياة: اتركونا في حالنا يا الحكومة السعودية والحكومة الإماراتية، لا تتدخلوا في شؤوننا ولا في سياستنا ولا في أي حاجة، بحيث ان احنا نعتمد على انفسنا ونصبح دولة مستقلة ودولة قوية ودولة تنهض بالصورة الجيدة جدا متنافس الدول الاخرى، ويكون بين المحبة والسلام والوفاء والاخلاص فيما بيننا البين. فاتمنى من كل قلب انكم تتركونا في حالنا ولا تتدخلوا في شؤوننا، واحنا حرين بانفسنا، واحنا لنا كلمة ولنا رأي ولنا مقولة، بحيث ان احنا نطور الدولة بالصورة الراقية جدا، ونعتمد على انفسنا ونستخرج جميع الثروات اللي موجودة في البلاد هذه، ونصبح دولة قوية جدا ودولة غنية، ويعيش الشعب عيشة كريمة وعيشة طيبة وعيشة جيدة. فأتمنى أنكم تتركونا في حالنا ولا تتدخلوا في شؤوننا، وخلونا نستخرج جميع الثروات اللي موجودة في اليمن، ونقوم اليمن بالصورة الجيدة جدا، بحيث أنها تصبح اليمن دولة عظمى ودولة قوية جدا، ويكون اقتصادها من ضمن الاقتصادات في العالم جدا. وبإذن الله أن تكون حياتنا كلها سمن على عسل. تحياتي لكم، أخوكم بسام والصنعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا هذا الفيديو الذي يتكلم عن أو رسالة لناشط يمني يتكلم عن المملكة العربية السعودية وعن الإمارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارفعوا يدكم عن اليمن وعن الشعب اليمني. اتركونا نكون رافضة، نكون مجوس، نكون وهابية، نكون سلفية، نكون دروز، نكون باطنية، نكون نتيهود، نتنصر، نتشيع، نتسنن، ما لا ابوك دخل. منش وصي علي. اتركوا الشعب اليمني هذا وارفعوا اياديكم عنه، وخلونا ننضرب بين البين. من طحن المطحن طحن، ومن فاز حكمنا. منش لا ابوك دخل. تتركونا نستخرج ثرواتنا، ثروات الشعب، الغاز، البترول، السمك، المعادن. اتركونا نستخدم الموانئ والجزر اليمنية والممرات المائية. اتركوا الشعب اليمني يستخرج ثرواته ويأكل من ثروات من خيرات بلاده، وسترون والله لن يبقى يمني عندكم، بل وسيأتي السعوديين للشغل باليمن. انه معظم نص الشعب عاطل، مش حق شغل. العمل موجود والوظائف موجودة، لكن مش حق عمله ولا حق طلبة الله. بس يبقى يتلثم ويطلع يفحط وطلع له نوره خويتي جنبه وجاب له حبه ويسكي ولا حبه هنكن وظل يفحط. يا نوره قالت يا نواف، يا نوره قالت يا سعود، وبسم الله من شارع لا شارع، وسطم له الكنبه وحرقت السياره ورجع البيت. هذا